ربنا ما بيرضاش بالظلم، والساكت عن الحق شيطان اخرس. فانا قلت اما اتكلم. كوكو اند اس شاب مكافح بدأ من تحت الصفر لحد ما ربنا كرمه، وناس كتير طلعت تحكي مواقف حلوة جدا معاه، لدرجة ان الناس في الصين بدأت ترطم بالعربي علشان تتكلم عن قد ايه هو شخص كويس. دلوقتي في 4 اشخاص اتقال اساميهم في القضيه المهببه دي. واحد سرق، واحد اشترى من اللي سرق، واحد اشترى من اللي اشترى من اللي سرق، وكوكو اند اس. دلوقتي بيقولوا ان الحرامي خد جزاؤه، واللي اشتروا من الحرامي خدوا حسن النيه، واخر طرف خد 10 سنين، كوكو وسلطان. طب هو كان هيعرف منين ان هو تبع وزاره التربيه والتعليم؟ هل هو كان عليه مثلا باركود تبع الوزاره؟ هل التابلت من جواه السيستم المفروض تبقى فيه حاجات بتبين؟ والمفروض برضو ان الشخص الحرامي بيبقى في الدره، انما ده طالع لايف بالتابلتات دي وبيعلنها وبيقول عروض والكلام ده كله. فالمفروض والمنطقي ان كوكو اند اس هو اللي حسن نيه بعيدا عن اللي قبليه. انا بضم صوتي لصوت الناس الجميله دي كلها ان فعلا كوكو بريء، الاتنين ملهمش اي ذنب في الموضوع ده. حتى كرولوس قال انا اللي غلطان، انا اللي خدت الحاجه من غير ما اشوف ورقه المصادرات الجمارك، انتوا بتعاقبوا سلطان ليه؟ ده انا اللي اشتريت. فهو كويس جدا لدرجه ان هو عايز يشيل صاحبه من الموضوع، رغم ان هو اصلا ساعه الحوار ده كان في الصين نزل بارادته علشان يواجه. لو ما كانش متاكد ان هو مظلوم كان زمانه فضل هناك، وعلى فكره كانوا هيحتووه عادي. كل الحاجات المنطقيه اللي في الدنيا بتقول ان هو ملوش ذنب، فانا مش فاهمه ازاي خد 10 سنين. فاحنا محتاجين نفهم بس. وارجوكوا شجعوا الشباب المكافحه اللي زي دي. الشباب محبط جدا، فلما يشوف نماذج زي كوكو بيحصل فيها كده هيتعبوا نفسيا جدا. فاتمنى بجد الموضوع يعاد النظر فيه. شكرا، باي.